حاجتين كنا بنعملهم كلنا واحنا صغيرين في المدرسه، مفيش طفل مصري ما عملهاش ابدا ابدا. هما حاجتين كنا بنعملهم بالقلم، بس دماغك ما تسرحش بعيد يا شمال، حاجتين مؤدبين في الفصل. اول حاجه الديسك اهو، والمستر على السبوره عمال يكتب ويشرح وانت في كوكب تاني حاطط القلم والديسك مايله كده وانت عمال تعمل كده اهو. يا تركز في الشرح يا ابو بطل هبل. ولا التاني بقى اللي الديسكه بتاعته فيها خط كده اهوت عشان يحطوا فيه القلم اللبيسه الحاجات ديت، يفضل ينفخ في القلم بالراحه لغايه ما يوقع القلم في الخط ده كده، هو كسب جايزه نوبل. تاني حاجه بقى كانت بتتعمل بقلمين، ومش حاجه شمال برضك، دماغك بتروح فين يا اخي؟ في ايه؟ دماغك كلها بقت في الوساخه. بقول لك يا زميلي، تلعبني اللعبه اللي هي كده دي؟ ودي يابا، بس هتلعب على جنيه. خلصانه يا زميلي. والمستر عمال بيشرح مع نفسه وكله عمال بينقل اللي على السبوره وهما مع بعض، ده حاطط قلم كده وده حاطط قلم كده، ويروح عامل كده اهو، ولو القلم نزل على القلم التاني يبقى هو كسب. هات الجنيه يا ابني. شعب مريض والمصحف محتاج مصحه، ربنا يهديكم. لو انت لقيت نفسك ما عملتش كده في الفصل تبقى انت مختل عقليا، او انت مش مصري، او مفيش حد. السلام عليكم.